أنا دكتور ياسر رضا، استشاري جراحة العظام والمفاصل، وهنتكلم النهارده عن تكلسات الأوتار الدوارة في مفصل الكتف أو ما يعرف باسم الكالسيفيك تندونايتس. الكالسيفيك تندونايتس أو تكلسات الأوتار الدوارة هي ببساطة شديدة عبارة عن التهاب مزمن في الأوتار الدوارة ونتج عنه تكلسات في الوتر، وده بيسبب ألم شديد في مفصل الكتف أثناء الحركة للمريض، ويبدأ المريض يشتكي من ألم في مفصل الكتف مع عدم القدرة على الحركة بصورة طبيعية. تكلسات الأوتار الدوارة في مفصل الكتف بتكون أكثر شيوعاً في الستات من الرجالة. من ضمن عوامل الخطورة أو الريسك فاكتور اللي ممكن تؤدي إلى حدوث تكلسات في الأوتار الدوارة هو مرض السكر أو مرض الغدة الدرقية. تكلسات الأوتار الدوارة للكتف بتمر بثلاث مراحل. أول حاجة بنسميها مرحلة ما قبل تكون التكلسات، وتاني مرحلة هي التكلسات أو تكون التكلسات، وآخر مرحلة هي ما بعد تكون التكلسات. مرحلة ما قبل التكلسات هي عبارة عن حدوث التهاب مزمن في الأوتار الدوارة واللي بيكون نتيجته التكلسات. لو احنا هنتكلم عن المرحلة الثانية اللي هي الكالسيفيك فيس أو مرحلة وجود التكلسات، فهي بتتقسم نفسها إلى ثلاث مراحل. أول حاجة مرحلة تكون التكلسات بنسميها الفورماتيف فيس أو بداية تكون التكلسات، ودي بيبدأ فيها الكالسيوم إن هو يترصد داخل الوتر، ودي ممكن يشتكي فيها المريض من وجع بسيط وعادة ممكن يخف بالمسكنات. أما المرحلة الثانية في الكالسيفيك فيز هي عبارة عن الريستنج فيز، ودي ساعتها بيكون الكالسيوم مترصد كامل داخل الوتر وحصل التكلسات في الوتر الدوار أو في الأوتار الدوارة. آخر مرحلة في الكالسيفيك فيز وهي الريزوربتيف فيز أو مرحلة ذوبان التكلسات، ودي بتكون أكتر مرحلة موجعة على المريض لأن الكالسيوم اللي اتكون داخل الوتر بيبدأ يدوب تدريجيا. وبعد كده بنخش في المرحلة الأخيرة خالص اللي هي مرحلة ما بعد التكلسات، ودي بيبدأ فيها المريض الوجع بتاعه يقل ويبدأ يرجع لمدى الحركة الطبيعي. أعراض تكلسات الأوتار الدوارة أو أعراض الكالسيفيك تندونايتس. أول حاجة لازم نعرف المريض بيكون في أنهي مرحلة من حدوث التكلسات داخل الوتر، لأن بناء على المرحلة دي نقدر نحدد المريض هيكون بيشتكي من إيه وإيه الإصابة بالظبط اللي حاصلة داخل الوتر. لو إحنا لاحظنا إحنا قلنا أثناء المراحل اللي بيمر بيها المرض في مرحلة معينة بتكون أكثر وجع للمريض من باقي المراحل، وهي مرحلة ذوبان التكلسات داخل الوتر أو ما يعرف باسم الريزوربتيف فيس. وبالتالي أهم الأعراض اللي ممكن يشتكي منها المريض اللي بيعاني من تكلسات في الأوتار الدوارة هي الألم أو عدم حركة الكتف بصورة طبيعية نتيجة الألم أو نتيجة التكلسات أو نتيجة أن التكلسات تسببت في حدوث قطع في الأوتار الدوارة. الخلاصة أن المريض هيشتكي من ألم في الكتف وعدم القدرة على الحركة، إما ناتجة عن وجود ألم أو عدم القدرة ده ناتج عن إصابة مباشرة في الوتر نتيجة التكلسات. تشخيص تكلسات الأوتار الدوارة في الكتف أو الكالسيفيك تندونايتس. هنرجع تاني ونقول زي ما بنقول في كل مرض أو في كل فيديو بنشرح فيه مرض معين إن إحنا عندنا 3 ضلوع لتشخيص أي مرض في جراحة العظام. أول حاجة إن إحنا لازم ناخد تاريخ مرضي من المريض، لأن زي ما قلنا إن في الكالسيفيك تندونايتس أو في التكلسات المتكونة في الأوتار الدوارة في ريسك فاكتور أو عوامل قد تؤدي إلى حدوث هذه التكلسات، من ضمنها مرض السكر أو مرض الغدة الدرقية. لازم نتأكد الأول عن طريق التاريخ المرضي إن المريض اللي بيعاني من ألم في مفصل الكتف ما عندوش لا سكر ولا عنده خمول في الغدة الدرقية وبياخد لها الدواء بتاعها بصورة منتظمة، لأن احنا زي ما قلنا إن في ريسك فاكتور للكالسيفيك تندونايتس أو تكلسات الأوتار الدوارة زي مرض السكر أو مرض خمول الغدة الدرقية. لازم ناخد تاريخ مرضي دقيق ونتأكد إن المريض ما عندوش المرضين دول، لأن المرضين دول بيسببوا ألم في مفصل الكتف وممكن يكون ناتج عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده اللي هو الكالسيفيك تندونايتس، او ممكن يكون ناتج عن مرض احنا اتكلمنا عليه في فيديو تاني ممكن ترجع تراجعه اللي هو الفروزن شولدر. يبقى المرضين دول بيسببوا ألم في مفصل الكتف ولازم ناخد تاريخ مرضي دقيق من المريض. تاني حاجة بنستخدمها في مثلث التشخيص اللي احنا بنعتمد عليه هنا في تشخيصنا هو الفحص السريري او الاكزامينيشن اللي احنا بنعملها في العيادة على كتف المريض. ده بيكون عن طريق ان احنا بنعمل بعض الحركات المعينة في كتف المريض اللي عن طريقها بنقدر نستبعد مرض ما
او ناكد التشخيص اللي احنا شاكين فيه. اخر حاجه خالص هو الاشاعات. بما اننا ان احنا بنتكلم عن تكلسات في الاوتار الدواره او كالسيفيك تندونايتس، فبمنتهى البساطه بيكون الاشعه المهمه جدا هي الاشعه العاديه خالص، لان التكلسات او ترسبات الكالسيوم دي بتبان في الاشعه العاديه او الاشعه السينيه، وبتبان في منطقه الاوتار الدواره اللي هي عاده مش بتبان في الاشعه العاديه، لكن لو بانت ده معناه ان فيها تكلسات. بعد ما نعمل الاشعه العاديه لو لقينا في وجود تكلسات في الاوتار الدواره اللي هي بتكون في الحته دي، نبدا نلاقي زي تكلسات من ترسبات الكالسيوم وبتكون باينه جدا في الاشعه. ساعتها لازم نلجا مباشره لعمل رنين مغناطيسي، لان الرنين المغناطيسي هو اللي هيحدد حاله الوتر، هل هو ماسك بصوره كافيه في منشأه، ولا وجود التكلسات دي ادت الى حدوث قطع كامل في الاوتار الدواره، وده بيكون بنسبه كبيره جدا موجود ومصاحب لحدوث التكلسات. ولما بنبص على الرنين بنقدر نحدد حجم القطع ومكانه والطريقه المناسبه لاصلاحه. لو احنا بقى هنيجي نتكلم عن علاج التكلسات بتاع الاوتار الدواره او الكالسيفيك تندونايتس، فلازم نعرف ان هو زيه زي اي علاج او بروتوكول علاج امراض العظام، وهو في الاول خالص العلاج التحفظي، ان احنا بندي للمريض بعض الادويه المضاده للالتهابات، ولو في الم شديد بنديله بعض المسكنات، ويعمل علاج طبيعي للعضلات المحيطه بالمفصل علشان يقلل التحميل على الاوتار الدواره وما يحصلش فيها قطع في المستقبل. تاني حاجه بنلجأ لها في العلاج هي الموجات التصادميه على الكتف، لان الموجات التصادميه او الشوك ويف ثيرابي ده ممكن يؤدي الى تفتيت التكلسات لو هي كان حجمها صغير ولسه في البدايه، وبيساعد على تسريع مراحل المرض اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، وبيفتت التكلسات والترسبات، وبالتالي يؤدي الى عدم حدوث قطع الناتج عن تكون كامل للتكلسات داخل الوتر. لو المريض جالنا في مرحله متاخره وكانت التكلسات دي بقت واخده جزء كبير من الوتر وحصل قطع وشفناه عن طريق الفحص بتاع الرنين، ساعتها لازم نعمل اصلاح للاوتار الدواره وازاله التكلسات عن طريق المنظار. وطبعا في المنظار بنقدر نشيل التكلسات بصوره كامله ونعمل اعاده زراعه لمنشأ الوتر في المكان بتاعه الطبيعي، والمريض بيبدا يعمل علاج طبيعي بعد العمليه واعاده تاهيل كامله، وبيرجع لحياته الطبيعيه بعد 6 ل 8 أسابيع من العملية، ويقدر يرجع يمارس رياضته بعد 6 شهور من العملية. إنما إن هو يمارس حياته سواء شغل مكتبي أو ينزل ويروح ويجي بدون أي قيود، ده بيبدأ بعد من 6 ل 8 أسابيع من العملية زي ما احنا قلنا. فلو أنت عندك ألم في كتفك وبتعاني من مرض السكر أو عندك غدة درقية، لازم تشوف دكتور العظم علشان تفضل دايما في الأمان وتفضل في المضمون وتحافظ على كتفك.